صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. بيبدأ الفيلم بعالم ارهابي وبيكون مسافر بالطيارة وجايب معاه فيران معمول عليها تجارب خطيرة، وبعدها بنروح لمضيفتين طيران من امريكا بيكون اساميهم بولا وجيني، وبيكونوا راكبين تاكسي وهيروحوا للمطار علشان بيكون عندهم رحلة. وبولا بتعرف جيني انها متحمسة للرحلة دي جدا لانها هتروح حفلة بعد ما يوصلوا للبلد اللي رايحينها. وبعد ما بيطلعوا الطيارة بيفحصوا سجل الركاب مع الكابتن فورست ومساعد ويل، وبيكون عدد الركاب قليل جدا لان الطقس في الوقت ده ما بيكونش احسن حاجه. وبعدها بنلاحظ على طول ان ويل تعبان ومش في افضل حالاته لان بيكون عنده انفلونزا يا صديق، فبياخد ادويه علشان يحسن حالته. وبعدها بتنزل جيني من الطياره وبتستقبل ولد في سن المراهقه بيكون اسمه جورج، وبنعرف ان جورج طريقته مش كويسه، وده بيكون لان باباه هيخليه يسافر لوحده. وشويه وبيبداوا الركاب يركبوا الطياره، واولهم الدكتور كي، وبيكون الدكتور عنده مرض الشلل وما بيقدرش يتكلم، وبتكون مراته هي اللي بتراعيه. فبيجي بعدها راكب تاني للطياره بيكون اسمه رال، وبيكون موجود معاهم هنري اللي بيكون معاه فيران تجارب اللي بتكون اسمها هامستر. وبيعرف هنري المضيفه جيني ان الفيران مش مؤذيين ومسموح بيهم عادي، فحاولت جيني انها تساعده ويحطوا الفيران الهامستر في مكان اوسع في الطياره، ولكن مش بيلاقوا. فبيتدخل رالف في الكلام وبيحاول ياخد الصندوق من هنري علشان يحطه له في رف اوسع، ولكن فجاه واحد من الفيران دول بيعض رالف، وبيحس رالف بالعضه ولكن ما بيهتمش. وخدت جيني الصندوق من رالف انها تنزلهم مع الشنط علشان مش هينفع هنا. وهنري بيكون واقف بيعاكس في جيني، وواضح الاتنين معجبين ببعض. وبتروح جيني عند بولا، وبرضه يا صديقي بولا بتكون عينها من هنري. وبعدها بيبلغهم فرس انهم هيطردوا دلوقتي، والكل بيقعد وبيلبس الاحزمه والطياره بتبدا تطير. ولما بيستقروا في الجو بتقوم جيني وبتحاول تاخد الموبايل من واحد راكب معاهم في الطياره، وبتقول له انه مش مسموح، لكن ما بيرضاش يديلها الموبايل وبيزعق لها. وقتها بيتدخل هنري وبياخد منه الموبايل بالعافيه، والاتنين بيتخانقوا مع بعض. فبتهديهم جيني وبتخلي هنري يرجع له الموبايل، وبتبلغهم انهم لو فضلوا يعملوا مشاكل بعد ما ينزلوا هيتقبض عليهم. وبعد كده بيروح هنري يقعد على الكرسي بتاعه وبيتفرج في اللاب على الاخبار، وبيشوف اخبار ان المخابرات الامريكيه قدرت انها توصل للشقه فيها مختبر ارهابي وبيتم فيها عمل تجارب خطره على البشر والحيوانات علشان يغيروا يعني في جيناتهم وكده. وفي الاوقات دي بتكون بولا وجيني بيتكلموا مع بعض، وجيني بتلاحظ ان الراكب رالف تعبان جدا، فبتروح جيني علشان تطمن عليه وتشوف حالته، ولكن لما بتوصل عنده ما بيكونش كويس نهائي، وده بسبب العضه اللي مقالش عليها لحد. فبيطلب منها انها تجيب له اي حاجه يشربها بس علشان دايخ. فبترجع جيني بسرعه لصاحبتها بولا وبتعرفها في حاله رالف، وبتقول لها انه عايز حاجه يشربها. فبولا بتقول لها انها تهتم بالموضوع وهتروح له تديله المشروب بتاعه. وبتستنى جيني شويه وبتكون بص على رالف وبتلاقيه قاعد بشكل غريب جدا، فبتروح له وبتشوفه وبتهز جيني وبتسأله لو انت تمام يعني. وفجأة بيلف رالف وبقه بيكون كله ريالة وبيستفرغ، فبتطلب جيني من بولا انها توقف الطيارة وتنزله حالا. وبعدها بيجيب جيني وبولا اغراض الاسعاف علشان يساعدوه. وبنشوف في ارضية الطيارة قطة واحدة من الركاب بتاكل الترجيع بتاع رالف. الله يقرفك يا صديقي، ومحدش بيشوف القطة ولا حد بيلاحظها غيرك انت وانا يا صديقي. وبتسيب جيني رالف البولا علشان تساعده، وبتجري تنظف هدومها وجسمها من الترجيع. ولكن وقتها رالف مش بيستحمل وبيقوم يجري عند باب الطيارة وبيفضل يخبط بشكل هستيري عليه، وبيقول لكابتن الطيارة انه ينزلهم من الطيارة علشان حاسس انه هيموت. ولكن ويل ما بيرضاش يفتح الباب وبيكون قافل باب الطيارة بشكل كويس عليه هو وفورست. وبيقوم اغلبية الركاب يضربوا رالف علشان يوقفوه، وجورج كمان بيكون بيحاول انه يساعدهم، لكن رالف بيكون ضربهم كلهم. ولكن كلهم بيتعاونوا من تاني وبيقدروا يسيطروا على رالف وبيفقدوا الوعي وبيكتفوه. وبعد كل اللي حصل ده بنشوف واحدة من الركاب اسمها شيلا، ودي بتكون ممرضة عسكرية، وبتفحص شيلا الركاب اللي كانوا بيضربوا رالف من الإصابات. ولكن فورست بيعرف المضيفة انهم هينزلوا بالطيارة حالا ومش هيكملوا رحلتهم لان الطقس بقى سيء اكتر. وبتبدأ المضيفة تنبه الكل انهم يربطوا الأحزمة علشان هينزلوا بالطيارة، وبيبدأ فورست ينزل بالطيارة فعلا، ولكن بتتهز الطيارة بشكل قوي جدا بسبب قوة الهواء اللي في الجو. وبتبدأ جيني انها تنبه الركاب انهم ينزلوا راسهم في اتجاه الارض. والمشكله ان رالف بيكون مغمى على الارض ودماغه بتكون عند باب الطياره، وبتفضل راسه تخبط في الباب. ولكن بتشيله جيني وبولا وبيحطوه على كرسي، وبتحاول بولا تربط له الحزام. وفجاه بيقوم رالف وبتكون عينيه لونها حمراء، وبيعض بولا من وشها بشكل عنيف وبيخليها تنزل دم كتير. وبيقوم رالف وهو بيطلع صوت مخيف جدا، وبيكون عايز يعض باقي الركاب اللي معاه في الطياره، ولكن الركاب بيقدروا تاني انهم يسيطروا عليه وبيحبسوه في الحمام يا صديقي. وبينزل فورست بالطياره وبتجيب جيني لشيلا شنطه الاسعافات، وبتبدا شيلا انها توقف النزيف بتاع بولا لانها بتكون بتنزل دم بكميه كبيره جدا. وبتقول شيلا جيني انهم لازم ياخدوها للمستشفى حالا لانها نزفت كتير جدا، لكن البوابه ما بتفتحش، والمسؤولين بيطلبوا من فورست انه يستنى شويه علشان يخرجوهم من الطياره. ولكن فورست بيتضايق منهم جدا، وده لانه اصلا بلغهم ان في حالات خطره في الطياره. ولكن فورست بيقرر انه يخالف القوانين وبيروح بسرعه للبوابه اللي بتكون بتاعه خروج الركاب، وبيشوف واحد اسمه ايد بيكون شغال في المطار، فبيفتح لهم ايد البوابه
وفي الوقت ده بيكون فورست وإيلي واقفين على باب الحمام علشان رالف ما يخرجش بره، وبعدها على طول بينزل كل الركاب من الطياره ما عدا الدكتور ومراته، وبيجروا الركاب علشان يخرجوا من باب المخرج اللي هيخرجوا منه بره المطار، ولكن بيكتشفوا ان المسؤولين قفلوا عليهم الباب ده كمان، وبكده منعهم من الخروج. فبيحاول ايدي يكلمهم اللاسلكي وبيقول لهم يفتحوا الباب بسرعه، ولكن محدش بيرضى يجاوبه، ولكن ايد بيقول لهم انه هيخرجهم من المخرج بتاع العمال، وبعدها بيمشوا مع ايد لحد ما كلهم بيوصلوا من البوابه اللي المفروض يخرجوا منها، ولكن بيكتشفوا وقتها ان دي كمان المسؤولين قفلوها عليهم وما بيكونوش عارفين سبب اللي بيحصل ده. وبيحاول ايد يشوف مولد الكهرباء اللي بيفتح الباب تلقائي، وبرضه بيتاكد ان المسؤولين قافلين عليهم كل حاجه، لان الرحله دي بتكون خطره مش بيحصل كده معاهم ابدا. ووقتها بنشوف الكاميرات اللي في المكان وهي بتراقبهم، ووقتها بيسمعوا صوت عربيات الشرطه والاسعاف جت في المكان بره، وساعتها بيفرحوا جدا وبيفكروا انهم هيخرجوا بره الطياره، ولكن بيبصوا من فتحه صغيره على عربيات الشرطه اللي واقفه بره، وفجاه بيلاقوا الشرطه كلهم واقفه وبيصوبوا عليهم بالاسلحه، وفجاه بيسمعوا صوت واحد من الشرطه وبيعرفهم انهم حاليا تحت الحجر الصحي ولازم يستنوا انهم يبعتوا لهم حد يساعدهم. ووقتها كل الركاب بيتصدموا وبيحاولوا انهم يتصلوا على اهاليهم، ولكن مش بيلاقوا اي شبكه، فالكل بيزعق في جيني، فبيسالوها يعملوا ايه ومين المسؤول عليهم حاليا، وانها لوحدها مش قادره تعمل لهم اي حاجه ولازم يكون في دلوقتي قائد ليهم، ولكن جيني ما بتعرفش ترد عليهم، فبتهديهم شيله وبتقول لجيني انها معاها ادوات اسعافات اوليه وبتكون موجوده في الشنطه بتاعتها، ولكن الشنطه بتاعتها بتكون في الطياره مع باقي الشنط، فبتقرر جيني انها تروح وتجيبها، فبتاخد معاها ايد وهنري واتنين تانيين من الركاب، ولكن المشكله في الوقت ده ان المسؤولين في المطار قطعوا عليهم كمان الكهرباء، فبيشغل ايد الكشاف اللي معاه وبياخدهم معاه على الطياره، وبيكتشفوا ان لا فورست ولا ويل موجودين في الطياره، فبيفهموا انهم خرجوا من المطار، وبتفتح جيني الباب بتاع الحمام، ولكن بتتفاجئ هي واللي معاها ان الحمام كله دم، وبيترعبوا من اللي حصل ده، وبيروح واحد من اللي مع جيني يجيب اللابتوب بتاعه، وفجأة بيظهر لهم الدكتور كين وبيخضهم كلهم، ولكن ما بيلاقوش السيدة بيس موجودة معاه، فبيفهموا انها مشيت مع فورست ويل، وبعد كده بيفتح ايد فتحة في الارض وبياخدهم كلهم عند جميع شنط الركاب، وبتقدر جيني انها تجيب الشنطة بتاعت شيلا، وفجأة بيتفزع ايد لان في فار عدى من تحت رجليه، ولكن بيهديه وبيعرفوا نيل ان الفار ده من نوع هامستر، وبيتأكدوا من كده لانهم لقوا القفص بتاعه مفتوح، ولما بتيجي جيني تخرج من الفتحة اللي كانت فيها بتلاقي تليفون واحد من الركاب وقع على الارض وعليه دم، وفجأة بيظهر قدامها ويل من عند باب الطيارة وبيكون ماشي زي الفئران على الارض وبيعمل صوت زيهم، وبيطلع يجري بره الطياره، وفجاه بتحس جيني بحاجه وراها، فبتبص وهي خايفه، ولكن بتلاقيه فورست وعينيه بتكون حمرا وبيكون عاوز يعضها، فبيسحبها فورست على الفتحه فوق علشان يعضها، ولكن بيطلعوا باقي المجموعه علشان ينقذوها، فبيضرب ايد فورست ونيال بيضربوا بالمسدس، وبيخلصوا هما الاتنين على فورست، وعلى طول بيهربوا كلهم من الطياره، وفي طريقهم لرجوعهم لباقي الركاب لقيوا الدكتور كين واقع من على الكرسي المتحرك بتاعه، وبيتفاجئوا من الراجل اللي كان بيجيب اللاب بتاعه مات، ووقتها بياخدوا كين معاهم علشان يودوه عند باقي المجموعه تحت، وفجاه قبل ما يمشوا بيلاقوا بيس قدامهم، ولكن بيس بتطلب منهم انهم يساعدوها، ولكن بيلاقوا بيس شكلها تحاول وعايزه تهجم عليهم، فهربوا بسرعه عند الباب وقفل الباب على بيس، وعلى طول طلعوا يجروا على مكان الركاب، وبساعتها بتدي جيني لشيلا الشنطه، وبتحاول شيلا انها تعالج بولا وانها توقف النزيف لاطول فتره ممكنه، وهنا روئيد بيكونوا حطوا كل حاجه قدام الباب علشان يمنعوا بيس انها تدخل واي حد مصاب زيها ما يخشش عليهم، فجيني بتشوف اثار دم على الارض، فبتمشي ورا الدم لغايه ما بتوصل عند نهايته، ولكن ما بتكونش عارفه مصدره ايه، فبترجع جيني لباقي الركاب على طول وبتقول لهم انها تبقى القائد بتاعتهم هنا، وده برضاهم او غصب عنهم، لانها في الاول ما كانوش حابين انها تكون القائد عليهم عشان صغر سنها، وفي الوقت ده بتتدخل شيلا وبتقول لهم وبتعرفهم ان لازم جيني تكون القائد عليهم، وبتقدر تقنعهم بكده، وعرفتهم كمان شيلا ان المرض اللي كان عند رالف وفورست بيكون فيروس، ولحد دلوقتي الحكومه ما اعلنتش عنه، وبتفكرهم جيني بالماده اللي الحكومه عزلته في لوس انجلوس وممكن يكون الفيروس ده جاي منها، وفي الوقت ده والكل بيتنافس في موضوع الفيروس بنشوف الدكتور كينو اللي بيلاحظ من فوق ان في فار عينيه حمراء وفاضل له حاجات بسيطه وينط عليه، فبيحاول كينو انه يصرخ ويستغيث، ولكن بسبب مرضه ما بيقدرش يتكلم، ولكن الفار بينط على راسه، وفي الوقت ده جورج بيلاحظ الفار وهو على دماغ الدكتور كين، وبيعرف الكل بالفار اللي على دماغ الدكتور كين وبيجري عشان يحوش الفار من عليه، ولكن للاسف الفار بيكون عض الدكتور كين، وبيقدروا كلهم انهم يمسكوا الفار وبيحبسوه في جردل، وبعد اللي حصل ده بتعالج شيلا جرح كين، وبيقرروا كلهم انهم يحبسوا بولا وكين في قفص مقفول خوفا من انهم يتحولوا ويخلصوا عليهم، وفعلا بينقلهم للقفص وبيكونوا قفلوا عليهم من سياج من الحديد، وبيرجع ايد للفار وبيمسكه وبيشوف على رجليه علامه فيران التجارب بتاعه المختبرات، وبيفهم انه فار تجارب، والكل بيتسالوا ازاي الفار بيكون جاي على الطياره، فجورج بيتدخل وبيقول لهم انه يخص هنري واللي كان مفهمهم انه مجرد همس، فهنري بيقول لهم انه بيكذب وما
وما جابش معاه لا اي فران ولا اي حاجه. فبتاخد جيني هنري علشان تتكلم معاه على انفراد، وبتسال هنري لو الكلام ده حقيقي، ولكن هنري برضه بينفي كل الكلام ده وبيعرفها انه ما جابش اي حاجه. وبيقدر هنري انه يضحك عليها بكلمتين، وبعدها بياخدها في حضنه علشان يكسب ثقتها اكتر. وبعدها على طول بيظهر رالف في المكان وبينط على جيني وبيحاول انه يعضها، وفجاه بتصرخ جيني وبيسمع الركاب صوت جيني، فبيروحوا على طول علشان ينقذوها. فبيقدر ايد وهنري انهم يشنقوه بحبل وبيخلصوا عليه. وفجاه بيتكلم واحد مع ايد على سلكي وبيعرفوا ان المساعدات وصلت، ووقتها الكل بيجري على الباب وبيدخلوا عليهم 4 ضباط وبيكونوا مفكرين انهم هيخرجوهم من هنا، ولكن الضباط بيعرفوهم ان محدش هيخرج من هنا غير لما يعملوا شويه اجراءات ويدوهم المصل عشان يتاكدوا انهم ما تعضوش. وبياخدوا الضباط المسدس اللي في ايد نييل وبيروحوا يحقنوا الدكتور كين وبولا بالمصل، وبيسالوهم المجموعه اللي بيحصل معاهم ده معناه ايه، وبرضه يفهموهم المصل بتاع ايه علشان مش هياخدوا اي مصل غير لما يعرفوا المصل ده بتاع ايه بالظبط. فالضباط بيعرفوهم ان ده اجراء ولازم يتاخد، ولازم ياخدوا المصل عشان يقدروا انهم يخرجوا من هنا، واللي عايز يخرج حالا لازم ياخد المصل. فبتتقدم اول واحده منهم وبتكون لويزا صاحبه القطه اللي كانت على الطياره، وبتقعد على كرسي علشان تاخد المصل، ولكن فجاه قبل ما تتحقن بالمصل القطه بتاعتها بتعضها في رقبتها. فبيضرب واحد من الضباط فجاه نار على القطه، ووقتها بنتفاجئ ان الدكتور كين بيقوم من على الكرسي بتاعه وبيعض الضابط اللي ضرب النار على القطه. فباقي الضباط بيخلصوا على كين وخدوا الضابط اللي اتعض علشان يخرجوه بسرعه، ولكن لقيوا ان الباب اتقفل فبيفضلوا يضربوا نار علشان يفتحوه. وبيطلعوا الضباط من الباب وبيخرج واحد من الركاب معاهم، وفجاه الشرطه اللي قدام الباب خلصت على الكل ما عدا الضابط بس، خد طلقه في رجله والمجموعه سحبته لجوه وبيتقفل عليهم الباب تاني. ولكن فجاه بيسمعوا صوت المتحولين جاي عليهم، فبيطلعوا كلهم يجروا بسرعه وبيدخلوا كلهم لحاويه. واما سوزان مرات نييل بتشوف جوزها متصاب ومش بتقدر تروح معاهم وتسيبه لوحده، ولكن غصب عنها بيسحبوها معاهم. ولكن فجاه نييل بيسحب سوزان منهم وبيعضها وبتبدا تتحول هي كمان، وبيقفلوا عليهم الباب وبتبدا شيلا تعرفهم ان اللي اخدوه ده ممكن ما يكونش مصل، وان اصلا كل الحقن اخدوها كان باسم مختلفين عن بعض تماما. فبيطلع هنري المسدس اللي معاه وبيسال الضابط اللي معاهم على الحقن، فبيعرفهم الضابط انه مش ضابط اصلا، وانهم من مركز السيطره على الاوبئه، وانهم لقيوا حاجات تخص الارهاب عن الفيروس ده، وانهم اللي عملوه ونجحوا من خلال الفيروس ده انهم يعدلوا جينات الفئران ونجحوا في كده، وبعد كده بقى ينقلوه في جسم البشر. وفجاه بياخد الضابط المسدس من ايدي هنري وبيخلص على نفسه، وفي الوقت ده بيفتكر ايدي انه في ممر للميه، ممر صرف بيصرفوا منه ميه المطر، وبيعرفهم انهم لو وصلوا له هيقدروا يخرجوا من المكان اللي هم فيه. وفجاه بتظهر ايد ويلي المتحول من فوق الحاويه وبيحاول يعضه، وبيحاول هنري يضرب نار بالمسدس بتاعه ولكن الطلق بيكون خلص. فبيقول ايد لجورج انه يدوس على الزرار اللي بيرفع الحاويه، وفعلا بيعمل جورج كده وبيقدروا يخلصوا على ويل. وبعدها بياخدهم ايد علشان يروحوا عند الممر، وساعتها بتلاحظ جيني ان هنري مش موجود معاهم، وفجاه واحده منهم بتتسحب من المتحول في الارض. فبتكمل المجموعه بسرعه في طريقها وبيوصل لهم هنري وبيكون معاه طلق للمسدس. وفجاه وهما بيجروا في الطريق بتمسك بولا جيني من رجلها، وبتلاقيها جيني ان بولا اتحولت هي كمان، وبتطلع بولا علشان تعض صاحبتها، ولكن جيني عرفت خلاص ان دي ما بقتش صاحبتها، فبتمسك مفك كبير وبترميها من مكان عالي وبتخلص عليها. وبعد كده بياخدهم ايد عند مكتب في المكان وبيدوروا فيه عن مخططات يعرفوا منها فين مكان الممر، وبينجحوا بيقدروا يعرفوا فين مكان الممر. ولكن جورج بيقول لهم انه سرق شنطه هنري وبيوري جيني الحاجات اللي فيها، وبيلاقوا في الشنطه اوراق ومستندات لتجارب علميه ومعاها صندوق اسود صغير. وفجاه بيلاقوا فوقهم سوزان ونيل وصل عندهم، وقبل ما يهجموا عليهم فجاه بيظهر فوقهم هنري وبيخلص على الزوجين. وبعد ما بينزل لهم هنري بيلاحظ ايد انه معضود وهيتحول، وجورج بيفتح الصندوق الاسود بيلاقي جواه مصل ومجموعه من الحقن تانية. فاعترف لهم هنري بالحياه كلها وانه من الارهاب، واهدافهم الحقيقي انهم ينظفوا الارض من البشر اللي عليها، لان التفكير وغسيل العقل اللي في دماغه ان البشر هم السبب الحقيقي في تدمير كل شيء في الطبيعه. وبيرفع هنري عليهم السلاح وبيقول لجورج يجيب الحقن والمصل، ولكن ايد بيحاول انه ينط على هنري ويقتله، لكن هنري بيكون ضربه برصاصه خلصت عليه، والكل ساعتها بقى واقف مرعوب. وبعدها بيديله جورج المصل وبيحط هنري نقطه من دمه الملوث على المصل وبيحقنه في عينه، ولكن بيسالوه ازاي دخل كل الحاجات دي للطياره، ولكن هنري بيقول لهم بيعرفوا من المنظمه اللي هو شغال معاها نفوذهم عاليه وسمحوا له انه يعد. وفجاه خد معاه جورج رهينه علشان يهرب بيه من الشرطه بره، وحاولت جيني تلحق الولد الصغير لكن هنري بيكون ضربها وبيجري بجورج. فجيني وشيلا بيخرجوا من المكتب ده وبيطلعوا على سلم، وبتطلع شيلا الاول علشان جيني بتكون حست بدوخه، ولما بتطلع جيني مش بتلاقي شيلا لكن بتشوف واحد من المتحولين وبيطلع يجري عليها، فبتجري جيني منه وبتحاول تهرب، فبتضرب فتح الباب الاله دي عند راسه لغايه ما بتقتله. وبعدها بتكمل مهمتها انها تنقذ جورج وبتدخل طريق ما تعرفوش، وفجاه بتلاقي واحد من المتحولين قدامها وبتحس كمان ان في حد وراها، وبيطلع انها شيلا في الاخر يا صديق. وبتكون شيلا معاها نظاره حراريه علشان تقدر تشوف بها في الضلمه، وبتوري شيلا جيني انها اتعضت وانها لازم هي اللي تكمل وتدور على جورج، واما هي هتفضل تشغل باقي المتحولين لغايه ما جيني توصل لجورج وتساعده. وبتشاور لها
لها على فتحة في الحيطة وبتعرفها ان هنري وجورج عدوا منها، وبعدها بتخرج شيلة من المخبأ وبتقف وبتصرخ بأعلى صوت علشان المتحولين يسمعوها، وبتجمع عليها كل المصابين بالفيروس وبياكلوا فيها. وبتجري جيني بسرعة ناحية الفتحة بتاعة الجدار وبتدخل بنص جسمها فيه، وفجأة قبل ما تدخل جسمها كله بتجيلها لويزا صاحبة القطة وبتحاول تعضها، ولكن بتضربها جيني بمفتاح كبير معاها وبتقدر تدخل جيني للفتحة وبتعدي للطريق التاني. وبتبص لجيني تحت رجلها في الأرض فبتلاقي دم، وبتفضل جيني ماشية ورا آثار الدم، وبتتخض جيني لما بتشوف تحتها مجموعة من الفئران، ولكن بتطلع انها فئران عادية. وبعدها بتكمل جيني ورا الدم وبتوصل لاخره وبتلاقي اغراض هنري، وبتلاقي سلم بينزلها للممرات تحت، وبتيجي تنزل فيه بتلاقي تحتها جورج، وبيعرفها جورج ان المصل بتاع هنري ما نجحش وهنري بيكون اتحول هو كمان، وبيطلب منها ما تكملش نزول وتطلع، لكن جيني ما بتهتمش بكلامه وبتقرر تنزل لجورج تحت. وفجأة بتلاقي دم بينزل على النضارة، ومرة واحدة ظهر هنري وقلع نضارتها وفضل يضرب فيها، فبتحاول جيني انها تضربه وتدافع عن نفسها. وبعدها بيلبس جورج النضارة وبيلاقي المسدس بتاع هنري، فبياخد المسدس وبيضرب هنري بيه، وبيبعد هنري عن جيني وهو بيتألم، فبتقوم جيني وبتضربه بالمفتاح الكبير على راسه، فبتخلص عليه يا صديقي. وبتصدموا لما بيعرفوا ان المكان كله بدأ يتحرق، وساعتها بيفهموا ان الحكومة بتحرق المكان باللي فيه، وساعتها بتلاقي جيني المخرج اللي هيهربوا منه، وجيني بتلبس جورج النضارة وبتفهمه انه لازم هو يمشي الاول وهي هتحصله، وبيبداوا يسمعوا اصوات انفجارات في المكان وبيبداوا يتحركوا اسرع، وبنلاحظ اثار التعب على جيني وبيتضح انها اتعضت وهتتحول هي كمان. وجورج بيبص عليها فبتطلب منه انه يمشي ويسيبها، لكنه رفض وعرفها انه مش هيسيبها، فبتقرر جيني انها هتفضل ماشيه وراه لحد ما يوصلوا لبوابه الخروج، ولكن بيكون عليها حديد قافلها، ولكن جسم جورج بيكون سامح له انه يعدي من الحديد، وبينجح جورج انه يخرج للشارع وبيبدا ينادي على جيني، وفجاه بتسحبه جيني، ولكن بيكون اذكى منها وبيلف بظهره، وبتعض جيني الجاكيت بتاعه ومش بتقدر انها تعدي من الحديد بسبب جسمها. وجورج وقتها بيخلع الجاكيت بتاعه وبيقعد على الارض وبيبص عليها وبيشوفها بعد ما اتحولت وبيكون عينها حمرا بشكل مرعب. وبعد كده بيمشي جورج من المطار، وبكده بيكون هو الوحيد اللي ناجي من الحادثه دي. وفي اخر الفيلم بنشوف قطه لويزا انها قدرت هي كمان تهرب من المطار، وبتكون ماشيه في طريقها رايحه لشوارع المدينه. ويا ترى بقى هتعمل ايه في المدينه بالظبط زي ما جه في دماغك دلوقتي؟ ما خلاص يا صديقي الفيلم خلص، عايز ايه تاني؟